ايه رأيك لو اخبرتك ان حياتك كلها ممكن تتغير، مش بخطوات عملاقة، بس بتحسن صغير قوي، 1% كل يوم تغير من عاداتك هتحقق نجاح غير عادي. كتاب العادات الذرية لجيمس كلير مش كتاب عادي، ده دليل عملي بيحطك قدام الحقيقة. حياتك هي مجموعة العادات اللي انت بتعملها، واللي نفسك تكونه هو افعالك اليوميه. هو بيقول لك اذا اردت ان تغير سلوكك اسال نفسك عده اسئله: كيف اجعل سلوكي واضحا؟ كيف اجعله جذابا؟ كيف اجعله سهلا؟ كيف اجعله مرضيا؟ قال لك خد بالك بقى، افعالك بتكشف مدى رغبتك في الشيء. يعني لو انت قلت لي ان في حاجه اولويه عندك عايز تعملها، وفي نفس الوقت ما بتعملش حاجه، يبقى انت مش عايزها، او انت مش عايز تبقى تحققها بالنسبه اللي انت تريدها. هو بيقول لك بقى انا عايزك تتحسن بس 1% كل يوم، تغير عاده وتكسب عاده جديده بسيطه مش كبيره، بس ده على المدى الطويل هيعمل فروق ضخمه. وقال لك انا هنبهك لحاجه مهمه جدا: الافضل عدو الجيد. الافضل عدو الجيد. ما تضيعش وقتك في انتظار الخطه المثاليه التي يمكن ان تحقق كل شيء، مش هيحصل. خليك بس في الافضل. وقال لك كل الاشياء الكبيره بدات من قرار صغير اتكرر لحد ما ترسخ جواك. قال لك خليك مصمم بقى للعالم بتاعك اللي انت عايزه، مش مجرد مستهلك ليه. الكتاب بتاع العادات الذريه ده مش هيغيرك بمجرد قراءته، لا، هو هيديك الادوات والخطوات والمفاتيح اللي تخليك تبني نفسك واحده واحده. جرب تطبق منه ولو فكره صغيره، وشوف بعد شهور ازاي حياتك هتكون مختلفة تماما. الكتاب بيقدم استراتيجيات التغلب على العقبات اللي بتواجهها أثناء بناء العادات الجديدة. باختصار الكتاب ده منهج عملي وفعال لتحسين حياتنا من خلال تغيير عاداتنا اليومية خطوة بخطوة، مع التركيز على أهمية الأنظمة الصغيرة اللي بتؤدي إلى نتائج كبيرة مع مرور الوقت. الكتاب ده أحدث ثورة في الطريقة اللي بنفكر بيها في تكوين العادات. كمان استكشافه للعادات الآلية بياخد دي المبادئ إلى أبعد من ذلك، وبيقدم خريطة لدمج السلوكيات. ابحث عنه